السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعض، هنعمل خلطة المحشي. عشان ايه؟ نعمل المحشي مع بعض. دي معايا 3 بصلات، انا بحط بصل ابيض على احمر، بحب طعمه. وده الحباش بتاعنا، بقدونس على شبت على كزبرة. انا مبحبوش من الفريزر، يعني بالذات لما اكون اعمل محشي. ودي التوابل بتاعتنا، معايا ملح، كاري، توم باودر، كمون، 7 بهارات، بابريكا، فلفل اسود، مرقة دجاج. والطماطم بتاعتنا كانت في الفريزر، ومعايا الصلصة. بصوا بقى، قبل ما احط مادة دهنية، اهم حاجة في المحشي الخلطة بتاعته. انا بجيب معايا البصل اللي انا بشرته ده، وبحط كل التوابل دي قبل اي مادة دهنية. بفرك بقى كل التوابل دي مع بعض. بصوا بصوا، يلا بينا ايه على البوتاجاز. نشوح بقى التوابل بتاعتنا بالبصل المبشور. بصوا بقى، شموا ريحه من قبل ما تحطوا اصلا ماده دهنيه. بصوا الجمال، بصوا بصوا بصوا. الطاسه خلاص، الحله سخنت. بصوا بصوا الجمال. بصوا. بعد ما شوحنا، نضيف بقى ايه السمنه بتاعتنا كلها. خليكم معايا. بعد ما ضفنا السمنه بتاعتنا وشويه زيت، دي بتدي طعم بقى للخلطه حكايه حكايه. بصوا الريحه بتاعتها انا اللي شميت. واو. نضيف بقى الصلصه بتاعتنا، هي الطماطم. بعد كده بقى نضيف الصلصه بتاعتنا اللي احنا محضرينها، نقلب. واحنا طبعا حاطين التوابل بتاعتنا. خليكم معايا. كده ضفنا ايه الصلصه بتاعتنا وقلبنا. بصوا بصوا الطماطم، بصوا. هتبقى احلى خلطه دي ولا ايه؟ ونضيف بقى ايه معلقه صغيره سكر عشان ما تحماش على القلب. وانا ظبطت ايه الملح بتاعها. بس نسيبها تستوي. بصوا الجمال، بصوا. خلاص كده، نحط بس شويه حباش، حبه صغيرين. الباقي هيتحط مع الرز اما نيجي نحطه ايه عشان نحشي بيه المحشي. ده بيدي طعم بس. نسيبه بس حبه صغيرين، نسبك حاجه بسيطه ونقفل عليه. بصوا الجمال، نقفل عليه. خلصنا خلاص، الصلصه بتاعتنا اتسبكت وحضرنا معانا. بصوا صورة المحشي، بصوا الرز والبقدونس. انا بحطوش على الصلصه الا بس الجزء اللي انتوا شفتوه. يلا بينا نضيف بقى ايه خلطة المحشي دي على الرز عشان نقلبها كلها. بصوا جميلة ازاي. بصوا البصل، هما بتكتروا البصل. بصوا بصوا، نقلبها. بصوا بصوا شكل الخلطة ولا غلطة. لايقة والله، شكل الخلطة ولا غلطة. نعمل ايه بقى؟ نبتدي نحشي. نجيب الورق عنب قدامنا اهو. طبعا بس عشان انا ماسكه بالتليفون بايد، بس انا هوريكم بس حاجه بسيطه وانا هكمل. خلاص، نجيب الورق عنب كده، ونجيب ده كده.
طبعا انا ماسكه بالتليفون اهو، مش متحكمه عشان بايد واحده بس اهي. ونكمل مع بعض وارجع لكم. كده انا بدات احشي ايه الورق عنب. بعمل من تحت شكل داير ما يدور، ومن فوق برصه كده، يعني طبقه كده وطبقه كده وطبقه زي اللي تحت كده. ونكمل، خليكم معايا. بعد بقى ما رصيت حلة المحشي بتاعتي اللي هو الورق عنب، حطيت عصرت ليمون وحطيت شرايح ليمون زي ما انتوا شايفين. فضل ايه معايا رز اهو. اعمل بيه ايه؟ جبت طاجن ودهنته زيت وهحط الرز فيه، خليكم معايا. حطيت الرز في الطاجن. صدقوني بقى انتوا هتلاقوا الطاجن ده احلى من ورق عنب. طبعا ورق عنب حكايه، بس جربوا الطاجن بتاع الرز اللي بالخلطه ده تحفه. انا ماما زمان ربنا يديها الصحه والعافيه كانت لما بيفضل رز زي ده كانت بتجيب ورقه كراسه نضيفه كده وبتحشيه وبتحطه ايه على المحشي. بس احنا دلوقتي بقينا بنحطه في الطاجن بيدي طعم تاني. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ زي ما متعودين بنحط طبق عشان المحشي بتاعنا يستوي، ونحط الشوربه بتاعتنا تغطي الورق عنب. خليكم معايا. كده خلاص حطينا الشوربه بتاعتنا يا دوبك مغطياه، وحطينا للطاجن بتاعنا. انا ما بحط الشوربه للطاجن بتاعنا، انا بحط ميه عاديه. جربوه مش تندموا. لو حطيتوا شوربه مش هيبقى قد كده، لكن ميه عاديه كانكم بتعملوا رز على النار بس في الفرن تحفه. يلا بينا بقى نسوي المحشي بتاعنا. بعد ما تشرب معانا وطينا عليه النار ونسيبه على نار هاديه. يلا بينا. خرجنا الطاجن من الفرن. بصوا بصوا الجمال، وادي المحشي. الخناقه بقى بتاعت النهارده، جوزي قال لي ايه؟ قال لي اما تيجي تقلبي الحله كله هيبوظ مش هيطلع رصه واحده. وانا خايفه بصراحه. تفتكروا هيحصل ايه؟ نشوف كده. انا لسه مطلعاها من الفرن، من قصدي من على البوتاجاز. واو، ثواني كده معايا. انا اللي كسبت التحدي. قعد يتخانق معايا يقول لي لا مش هيطلع مظبوط. بصوا الجمال، بصوا بصوا رصه ايه فول اوبشن. ما تنسوش تجربوا المحشي والخلطه بتاعتي، مش تندموا. وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. سلام عليكم.